ازاي تعرف ان في حد مش مرتاح لك في القعده؟ اكشن. ازيك كله بونو بونو. تخيل كده انت بتتكلم بحماس وبتحكي حاجه مهمه ليك واللي قدامك بيقول لك اه تمام، بس مش مركز معاك اصلا ولا مديلك اهتمام. هو مش بيقطعك ولا بيهاجمك، بس برضه في حاجه غلط، وده اخطر نوع بقى. مش اللي بيكرهك، لا، اللي مش مرتاح لك. الناس دي مش بتواجهك ولا هتقول لك بصراحه كده انا مش مرتاح لك، بس جسمها بيقول كل حاجه. جسمه بيخونه وحركاته بتفضحه، حتى سكوته ليه معنى. السر بقى هنا، اللي مش مرتاح لك عمره ما هيبذل طاقه معاك. خد بالك من الاربع علامات دول بقى. اول علامه بيرد عليك متاخر او بكلمه واحده، كأن الكلام تقيل عليه كده حتى لو فاضي. تاني علامه، جسمه دايما بيكون بعيد عنك، رجله موجهه بعيد، ظهره هتلاقيه لافف في الناحيه التانيه كأنه مثلا مستعد يمشي في اي لحظه. تالت علامه، مفيش اي كونتاكت او تواصل بصري حقيقي، هو بيبص بس مش شايفك. رابع علامه، ما بيسالش عنك، انت دايما اللي بتفتح الكلام وهو مجرد رد فعل مش اكتر. فهنا الحل انك مش تحاول تكسبه، الحل انك تخف طاقتك عليه. عايزك تسحب نفسك بهدوء وقلل كلامك وشوف ايه اللي هيحصل. لو اختفى يبقى عمره ما كان مهتم اصلا. وعايز اقول لك حاجه في الاخر، احنا في دماغستان مش بنجري ورا اي حد مش مرتاح لنا، احنا بنسيبه يرتاح بعيد عننا. قول لي بقى، لقيت العلامات دي في حد قبل كده؟ وكان قريب ولا بعيد؟ وبس كده.